مشاهدينا اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي علشان بكره. النهارده يكون موضوعنا عن او حول مؤتمر اعمار غزه الذي اقيم يوم الاحد الماضي تحديدا في هذا الاسبوع، وحضروا حوالي 50 دوله و30 وزير خارجيه والعديد من المنظمات الدوليه والمؤسسات الدوليه في هذا الشأن. وصى هذا المؤتمر أو الدول المانحة وصت بتخصيص حوالي 5.4 مليار دولار لإعمار غزة، ويعني وأكدوا على أن النصف سوف يذهب إلى إعمار غزة والباقي سوف يذهب لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين. ولكن هناك شروط كانت موجودة أو ارتبطت بالالتزام هذه الدول المانحة بهذه المبالغ اللي تم الإعلان عنها، وأهمها شرطين. الشرط الأول هو استمرار الهدنة ما بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، والشرط الآخر وهو إطلاق الزمام أو تسليم سلطة حماس أو تسليم حماس كل زمام الأمور في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية. إلى أي مدى ممكن يتحقق هذين الشرطين في الفترة القادمة؟ إلى أي مدى ممكن أن يلتزم الدول المانحة التي التزمت من خلال هذا المؤتمر وصول هذه المنح إلى قطاع غزة؟ هل هناك آليات تم إقرارها من خلال المؤتمر؟ أيضا إلى أي مدى ممكن أن يكون هناك تسهيلات من الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر لوصول المواد البناء إلى القطاع غزة تحديدا؟ عموما هنتكلم في هذا الشأن بالتفصيل، وأيضا هنتكلم على الدور المصري في الفترة القادمة من خلال ضيوفنا الكرام السيد محمد القدوة وهو محافظ غزة ورئيس الغرف التجارية سابقا، وأيضا دكتور ممدوح حمزة وهو الاستشاري الهندسي. هيكون معنا بالتفصيل كل هذه النقاط، وأيضا هنحاول بقدر الإمكان ان احنا نتواصل مع بعض الوزراء في حكومة الوفاق الوطني في فلسطين. ده موضوعنا الأساسي في حلقتنا، لكن عندنا مجموعة أخبار اقتصادية بنحب ان احنا نستهل بيها برنامجنا. من أهمها طبعا فوز الاقتصادي المصري دكتور حازم الببلاوي منذ ساعات قليلة وتحديدا أمس بمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلفا لعبد الشكور شعلان، وطبعا هو ممثلا على الدول العربية. أعتقد أن هذا الفوز يعني مشرف لدولة مصرية في هذا الإطار، واكيد هيبقى ليه تداعياته في الفتره القادمه على الاقتصاد المصري، ولكن خلينا نشوف الاحداث يعني لاحقا. ده من اهم الاخبار اللي احنا حبينا نستهل بيها برنامجنا. في ايضا من الاخبار المهمه نقول ان البورصه المصريه وصلت خسائرها في هذا الاسبوع، ويعني وصلت لحوالي 12 مليار جنيه. وطب كان في انخفاض جماعي للعديد من المؤشرات، وايضا واكب هذا الانخفاض في البورصه المصريه انخفاض في العديد من البورصات العالميه زي البورصه الامريكيه، البورصه الاوروبيه، ايضا البورصه الخليجيه. ولكن عايزين نقول ان في بعض الاسباب، من اهم هذه الاسباب انها كانت متاثره طبعا بالانخفاضات الخاصه بالبورصات العالميه، وان البورصات العالميه كان ليها عده اسباب، من اهمها مثلا انخفاض الحاد لاسعار النفط سواء الخام الاوروبي او الخام الامريكي، وده يمكن شكل ضغوط قويه جدا على السوق المصري وانعكاساته من داخل البورصه. ده من اهم الاخبار اللي احنا نحب برضو نلقي الضوء عليها. من الأخبار أخرى الهامة إعلان وزير الصناعة والتجارة أمس أنه فتح باب التصدير الأرز في أغسطس 2015 أو حتى أغسطس 2015 لعدة شروط، وكان في طلبين. الطلب الأول هو أن السوق المصري هيفتح الأبواب للتصدير على نوعين من الأرز. الأرز الأبيض العريض اللي نسبة الكسر فيه 5%، هيكون سداد الرسوم بتاعته حوالي 280 دولار للطن، وهذه الرسوم سوف يعني تدفع لوزارة التموين. بعد يعني الانتقادات لهذا القرار ان ده هيبقى ليه انعكاساته على سعر الأرز المحلي، وشعبة الغذاء في الغرف التجارية قالت يمكن يوصل سعر الرز إلى 10 جنيهات
في الفترة القادمة. عموما ده موضوع ممكن نتكلم فيه في الفترات القادمة بإذن الله في حلقاتنا، لكن خلينا يعني نركز في موضوعاتنا اللي احنا بنهتم بيها دايما في برنامجنا الاقتصادي. خلينا نتكلم بقى ونفتح بالتفصيل موضوع اقتصاديات غزة، موضوع الإعمار في الفترة القادمة، التحديات اللي هتواجه حكومة الوفاق الوطني في الفترة القادمة مع ضيوفنا. لكن في الأول هنشوف تقرير حول مؤتمر غزة ونبتدي حلقتنا. إلى القاهرة عاصمة العروبة جاءت الوفود العربية والدولية للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي يأتي بعد نجاح المساعي المصرية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي استمرت على مدار 50 يوما وخلفت ما يزيد عن 2000 شهيد و11,000 مصاب وتدمير البنية التحتية والفوقية للمدينة، الأمر الذي قدرته السلطة الفلسطينية لحاجاتها إلى 4 مليارات دولار لإعادة الحياة للقطاع من جديد. الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي كلماته أمام المؤتمر أكد أن مصر حملت على عاتقها ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب الحفاظ على أرواح الفلسطينيين بإعلانها مبادرة وقف إطلاق النار، ثم دعوتها لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالقاهرة، ثم دعمها لجهود المصالحة، وأخيرا احتضانها لمؤتمر إعادة إعمار غزة. وستظل مصر ملتزمة بوفائها للشعب الفلسطيني وبمساندة قضيته العادلة، تعبيرا عن مواقف أصيلة وأخوة حقيقية تأكد بهما مصر أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية العرب الأساسية. إن ما قامت به مصر على تلك الأصعدة يؤسس أرضية مناسبة لتفعيل التحرك الدولي العاجل والمطلوب. وفي ختام كلمته وجه الرئيس السيسي كلمة للفلسطينيين والإسرائيليين في آن واحد لإنهاء الصراع الذي دام طويلا. ومن هنا فإنني أنادي الإسرائيليين شعبا وحكومة، لقد حان الوقت لإنهاء الصراع دون إبطاء للوفاء بالحقوق وإقامة العدل حتى يعم الرخاء ونحصد جميعا الأمان. كما أثق في أنكم جميعا تشاركونني النداء إلى كل أم وأب وإلى كل طفل وشيخ في فلسطين وفي إسرائيل كي نجعل من هذه اللحظة نقطة انطلاق حقيقية لتحقيق السلام الذي يضمن الاستقرار والازدهار ويجعل حلم العيش المشترك حقيقة. تلك هي الرؤية التي تضعها المبادرة العربية للسلام الذي نتطلع إليه. عقب ذلك تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن فوجه التحية لمصر على جهودها في وقف إطلاق النار واستضافتها للمؤتمر، وعرض أرقام صادمة حول الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة خلال السنوات الست الماضية من خلال 3 حروب في عام 2008 و2012 و2014. وبلغ ما تم تدميره أو تضرر من المنازل أكثر من 80,000 بيتا ومؤسسة، منهم 61,800 بيت ومؤسسة في الحرب الأخيرة. كما تضررت مرافق البنية التحتية والمرافق العامة ومنشآت القطاع الخاص بشكل كبير، بما في ذلك محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والنقل. وطالب أبو مازن المجتمع الدولي بدعم جهود فلسطين لإصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال. أما آن لشعبنا أن ينعم بحريته وكرامته وسيادته واستقلاله في دولته الخاصة به. وهل هذا كثير أيها السيدات والسادة؟ أما آن للحق والعدل أن يفرضا. بنرحب بضيوفنا الكرام السيد محمد القدوة محافظ غزة ورئيس الغرف التجارية سابقا، أهلا بحضرتك. أهلا بك. والمهندس دكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي، أهلا بحضرتك. أهلا بك. بداية خلينا ننطلق من التوصيات اللي كانت داخل المؤتمر وإحنا ذكرناها في المقدمة، وهو طبعا منح دول المانحة خصصت حوالي 5.4 مليار دولار لفلسطين لإعمار غزة، ولكن مشروطة بشرطان. الشرط الأول هي الهدنة أو الاستقرار ما بين الجانب الفلسطيني والجانب
الإسرائيلي، والشرط الآخر وهو تسليم السلطة كاملا على قطاع غزة، وبشرط أن لا يتدخل فصيل حماس في هذا الشأن. شايف حضرتك إلى أي مدى ممكن يتحقق هذان الشرطان، خصوصا لو كان ده السبب اللي هيضمن أن الدول المانحة سوف تقدم ما وعدت به في داخل المؤتمر؟ يعني دعيني بداية أن أتقدم بالشكر لهذه الدعوة الكريمة. شكرا لاستضافتي بالتلفزيون المصري، هذا التلفزيون العظيم العريق الذي كان دائما وأبدا المنبر الذي يحمل ويعبر عن ضمير الشعب الفلسطيني منذ البدايات الأولى. أنا سعيد بوجودكم معكم اليوم في هذا الاستوديو، وبود كمان أن أتقدم بالشكر لمصر رئيسا وحكومة وشعبا ومؤسسات على الدور العظيم الذي وقفته مصر مع شعبنا الفلسطيني منذ البداية، وتوجتها بنجاح هذا المؤتمر الذي كان بكل المقاييس مؤتمرا ناجحا، وحقيقة يعني أعطى لشعبنا الفلسطيني أكثر مما كنا نتوقع. لكن أود أن أقول هنا شيء مهم جدا، أن ما حدث بالمؤتمر بداية هي تعهدات ووعود، ونأمل أن هذه التعهدات وهذه الوعود أن تترجم إلى أرض الواقع من خلال تحويل هذه المبالغ إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، لأنه في سابقات لنا كثيرة، وخصوصا في مؤتمر شرم الشيخ في 2009 بعد حرب 2008، وتحديدا في مارس 2009 حينما عقد مؤتمر لدعم غزة. في ذلك الوقت لم يصل إلا القليل القليل. قد يكون، حتى أكون منصفا وأقول الحقيقة، قد يكون لدى الجانب الفلسطيني بعض المعيقات التي منعت بعض الدول من تقديم العون، ولكن في النهاية أستطيع أن أقول أن هناك العديد من المنازل لشعبنا الفلسطيني في غزة تحديدا ما زالت مدمرة منذ حرب 2009، لم يعاد بنائها حتى هذه اللحظة. لهذا ونظرا أن الحرب الأخيرة كانت حرب بكل المقاييس حرب مدمرة، لم يمر مثل هذه الحرب على شعبنا الفلسطيني، وأوقعت خسائر حقيقة. أنا يعني أستطيع أن أقول أنها ليس حرب بالمعنى التقليدي، أنها حرب ضد الإنسان الفلسطيني، لأنها دمرت كل مظاهر الحياة على الأرض، الشجر والمرافق الاقتصادية والمؤسسات التعليمية ومحطات الطاقة والصرف الصحي، المدارس، المساجد، الأبراج. يعني كان الهدف منها واضح، أنها لا تريد إنسانا على هذه الأرض أن يبقى. ورأينا أن نتاج هذه الحرب كيف كانت حجم الدمار الكبير، أن الكثير من الشباب بدأ يفكر في الهجرة، ورأينا مئات من الشباب الفلسطينيين يركبون البحر وتسللوا من الأنفاق وقضوا أمواتا وضحايا على شواطئ أوروبا. كل هذا نتاج الحرب المجنونة التي شنت على شعبنا الفلسطيني. يعني الحرب كانت تستهدف الإنسان وبكل إمكانيات الحياة الموجودة، ولم تكن تستهدف المقاومة الفلسطينية، لأنه 90% من الذين سقطوا شهداء في هذه الحرب هم أطفال ورجال ونساء أبرياء، واستشهدوا تحت أنقاض المنازل. هذه المشاهد وهذه الجريمة المروعة ألا تكفي أن تجعل ضمير العالم يستيقظ لحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء هذا الاحتلال الآثم الذي يعتبر أطول احتلال في التاريخ حتى هذه اللحظة؟ نحن من جانبنا أولا وبداية نشكر الدول التي تعهدت بتقديم الدعم والمساعدة لشعبنا الفلسطيني، ونحن كسلطة فلسطينية وكما أعلن سيادة الرئيس محمود عباس لدينا جاهزية لاستقبال هذا الدعم. ومنذ البدايات الأولى للحرب تم تشكيل خلايا أزمة ولجان متخصصة، وقدمنا دراسات، السلطة الوطنية قدمت دراسات لجميع الدول المانحة والمؤسسات الدولية عن احتياجاتنا الحقيقية، وتعاملت بشفافية ونزاهة وبدراسات موثقة وبناء عليه تم انعقاد المؤتمر، وبناء عليه تم توجيه الدعوات لعقد هذا المؤتمر. المؤتمر كما قلنا نجح بكل المعايير، ولكن من الجانب الفلسطيني ما هو المطلوب مننا؟ الدول التي تقدمت وتبرعت مشكورة أو تعهدت بتقديم الدعم اشترطت شرطين: هو استمرار التهدئة في قطاع غزة،
واستمرارها، ويعني تمكين حكومة الوفاق الوطني التي تم تشكيلها قبل الحرب بحوالي شهرين من ممارسة صلاحياتها على الأرض. يعني لا يكفي أن نقول أننا شكلنا حكومة وفاق، ولكن حقيقة نقول أن هذه الحكومة حتى اللحظة لم تمارس صلاحياتها، لأن جميع الكوادر الموجودة في كافة الوزارات حاليا في غزة هي تم تعيينها بعد انقلاب 2007، أي أن جميع الموظفين الذين كانوا يعملوا قبل 2007 لم يعملوا الآن في هذه المؤسسات، وذلك بقرار من الحكومة الشرعية ومن السلطة الوطنية في رام الله، وموجودين في منازلهم لا يمارسون أي عمل. الآن المطلوب هو تمكين، ولا أقول كلمة التمكين كما يفهمها البعض، أقول كلمة التمكين بالمفهوم السياسي وليس بالمفهوم العقائدي أو الحزبي، تمكين هذه الحكومة بممارسة صلاحياتها كاملة على الأرض حتى يصل الدعم ونقوم بإعادة الإعمار. كيف يكون التمكين في الفترة القادمة؟ التمكين من الملاحظ أن خرجت حماس من المشهد يعني بالشكل الظاهر يعني حتى الآن، ولكن على أرض الواقع فهي موجودة وليها تأثير على قطاع غزة. لكن كيف يكون التمكين بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني، خصوصا أن ده من ضمن شروط وصول المنح إلى قطاع غزة؟ ما أنا تحدثت قبل قليل وقلت وقلت إجراءات، هل في أطر؟ يجب تسليم المعابر يجب تسليم المعابر إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، أي إلى حكومة الوفاق الوطني، لأن المعابر حتى الآن هل في مباحثات؟ حقيقة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن؟ حقيقة هناك اتصالات وهناك مباحثات، وكانت هناك جلسة للحكومة قبل المؤتمر ب3 أيام عقدت في غزة، وتناولت كل القضايا ذات العلاقة في موضوع إعادة الإعمار اللي بعدها ذهبنا لهذا المؤتمر وشاركنا فيه. ومعروف وهذا شيء واضح، بدون تمكين حكومة الوفاق لم تتقدم ولم تفي الدول المانحة بشروط بدعمها وبتقديم مساعدتها. لذلك نحن الآن أمام اختبار، ليس هو المطلوب هو تسليم الحكومة هو بروتوكوليا وشكليا، هي تمكين الحكومة بممارسة. يعني هل الوزير الآن، الوزير في حكومة الوفاق أي وزير، هو يستطيع إذا أصدر تعليماته إلى الكوادر التي تعمل بوزارة تستطيع أن تقوم بدورها وتلبي تعليماته وتنفذ قراراته؟ هذا سؤال. الأيام القادمة سوف تظهر مدى مصداقية هذه السلطة القائمة في رام الله بالتزامها بحكومة الوفاق الوطني، يا إما هي سلطة بدون حكومة يا إما هي تتبع حكومة الوفاق الوطني. لا يعني كما قال سيادة الرئيس لا يمكن أن يكون يعني هرم أو سلطة برأسين أو بحكومتين. إذا ما زال هناك معوقات تحيل دون وصول المنح والمبلغ المخصص من المانحين في هذا المؤتمر إلى قطاع غزة للإعمار والبناء والاستثمار، ولذلك احنا نتحدث إلى دكتور ممدوح حمزة. دكتور ممدوح حمزة، هناك مواطنين تقريبا 10 مليون مواطن فلسطيني، مظبوط في هذا القطاع؟ 10 مليون في قطاع غزة 1,850,000 150، لكن في فلسطين ككل في فلسطين تقريبا 4 مليون ونص في غزة والضفة. يحتاجون استثمارات، يحتاجون عمل، يحتاجون بناء مؤسسات، هناك محطات كهرباء تم هدمها، محطات مياه تم هدمها. الدور المصري في هذا الشأن، دور رجال الأعمال في هذا الشأن، دور المكاتب الاستشارية في هذا الشأن في هذا الوقت بالذات، كيف يكون دور مصر؟ الدمار ينقسم ل3 أجزاء. الجزء الأول اسمه مرافق، في جزء مباني سكنية للأهالي، وجزء ممتلكات قطاع خاص كمصانع. أنا شفت مصانع تم تدميرها بالكامل فعلا، مصانع تمتلكها الأهالي على مر من جد إلى ابن يعني إلى أب. فأنا شايف إن نبعد بقى عشان ما نعلقش الإعمار بالشرطين دول، إن مصر البلد المجاورة واللي هي شريكة في المعابر تتولى بالاتفاق مع حكومة عباس، الحكومة الشرعية، حكومة الوفاق الوطني، تتولى معها عملية المرافق بالكامل. يبقى وزارة الإسكان المصرية بشركاتها، وزارة الري بشركاتها، وزارة الكهرباء، وهكذا.
يتم إرسال مهندسين وإداريين بالاتفاق مع الحكومة الشرعية لتحديد حجم العمل المطلوب، وده ياخد له 2-3 مش بسهولة، وكيف يتم تنفيذه بشركات مشتركة ما بين الفلسطينيين والمصريين، ويبقى له ميزانية مليار وربع. حضرتك لازم يكون في ترتيبات مسبقة لازم عشان نعرف بالظبط في كراسة لكل موقع معروف بنود الأعمال وتكلفتها. نخف بقى الشرطين، مالناش دعوة بالشرطين، فلوس تيجي للحكومة المصرية كأمانة للإنفاق على هذه المرافق. النمرة 1. نمرة 2، الأهالي مش محتاجين حد يساعدهم، هم عايزين مواد بناء. هتدي الأهالي مواد بناء، أسمنت، حديد تسليح، سيراميك، بلاط، مواد دهانات، خشب، وهكذا. هيبنوا، هم قادرين على البناء. مواد البناء دي برضو ممكن نقول هتيجي منين؟ السعودية تقدر تبعت حديد تسليح، مصر تبعت اسمنت، اي حد من الدول المانحة يبعتوا المواد بتاعتهم مصر وتخش من المعابر. بس في مشكلة بقى، هي حماس مش عاملة صداقة مع حد. من ضمن الناس اللي مصر مش ان حماس ما عملتش صداقة معاها بل افقدت الصداقة هي مصر. فهل ينفع مصر تتعامل مع في المعبر والجانب الاخر حماس؟ هتبقى معاملة بصعوبة شوية. ما هي دي اعتقد المعضله الكبيره في هذا الشان. يعني ما احنا يعني النقطه دي بالذات وجود حماس هو اللي بيعكر صفو المشهد الاعمار. انا مش هتكلم عموميات وسياسه، انا بتكلم. حضرتك طلبت مني روشته بقولها لك. تتولى الحكومه المصريه مع حكومه عباس المرافق زي ما عملنا قبل كده. ما احنا عملنا محطه كهرباء ورحنا لبنان لما انضربت، ورحنا الاردن لما حصل فيها. يعني دي قدرة عندنا في مصر. يعني يجب أن يكون الدور المصري في هذا الشأن، أن يبقى في ترتيبات سريعة بحيث أنه يظهر أمام العالم أن هناك خطة واضحة وفي مساعدة مصرية ما بين الحكومتين وما بين شركات البلدين، ويبقى عارفين والله المرافق هتتكلف 3/4 مليار دولار. خلاص. لكن هنا تكمن برضو المعضلة، خصوصا أن الجانب الإسرائيلي بيسيطر على المعابر، وفكرة خروج من وإلى وعبور المواد البناء بيعتقد أنه هو لابد من هناك تنسيقات مع الجانب الإسرائيلي. وأيضا إذا كانت مسيطرة حماس على المعابر هيبقى في عقبة أمام سلطة الوفاق الوطني الجانب الخاص بحماس. كيف هو حقيقة يعني تم يعني وضع آلية للتعامل مع موضوع الإعمار، وحقيقة يعني بدون مشاركة الجانب الإسرائيلي لا يمكن أن يكون إعمار، لأنه حقيقة مفتاح المعابر في إيديهم. يعني لو أرادوا أن يقفلوا معابر المؤدية إلى غزة يقفلوها. فبالتالي هناك لجنة شكلت تشارك فيها السلطة الوطنية الفلسطينية ومن الجانب الإسرائيلي ومن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، المؤسسات الدولية. وحاليا تقريبا تبلورت هذه الآلية، بدأت يعني تسير خطوة قليلا، وقبل 3 أيام تم لأول مرة إدخال 600 طن من الأسمنت إلى قطاع غزة ضمن الآلية المتفق عليها كتجربة. ونحن نأمل خلال الأيام القليلة القادمة يتم أيضا توسيع عمل المعابر والسماح بإدخال العديد من المواد، لأنه حقيقة الأموال لم تصل اليوم أو غدا أو بعد شهر من الدول التي وعدت بالتبرع، ولكن هناك القطاع الخاص لديه جاهزية. القطاع الخاص الفلسطيني لديه جاهزية للبدء فورا في العمل إذا توفرت المواد الخام. بعدين ما أقولها يعني حاجة يعني لازم نعرفها، إنه حينما منعت إدخال المواد البناء إلى غزة حتى قبل الحرب، أكثر من 55 مهنة تترتب على إدخال المواد الخام توقفت عن العمل، وبالتالي ارتفعت نسبة البطالة. اليوم في عندنا إحصائية نسبة البطالة في غزة وصلت إلى 65%، لأنه توقفت جميع الأعمال، ضربت وتم تدمير المناطق الصناعية بأكملها. حوالي 600 مصنع ومنشأة صناعية اللي تم تدميرها خلال الحرب، وبالتالي يعني بدون المواد الخام لا يمكن أن يسترد القطاع الخاص الفلسطيني عافيته. نحن نأمل التعاطي مع الآلية الجديدة من جميع الأطراف
بمسؤولية، وأن يرتقي الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية. القضية ليست اليوم قضية أن نكون أو لا نكون أو أكون في المعبر أو لا أكون، قضية شعب اليوم خرج مدمر من هذه الحرب المجنونة الهمجية اللي دفع فيها شعبنا خسائر بكل المقاييس تعتبر خسائر فظيعة ولا يمكن لشعب أن يتحملها. لما أن قال لماذا لا يتم إيقاع عقوبة على المتسبب في هذا الدمار بأنه يساهم في إعادة الإعمار؟ ليه مثلا المجتمع الدولي ما يطلبش من إسرائيل تدفع مليار؟ هل يعقل الذي دمر أن يدفع؟ احنا حربنا مع إسرائيل مفتوحة، حرب مفتوحة. احنا كما أعلن الرئيس احنا متوجهين إلى مجلس الأمن طيب قبل نهاية الشهر، وفي لدينا احنا خارطة الطريق للتعاطي مع الموضوع. وإذا إسرائيل لم تعترف بحقوقنا الوطنية ولم تقتنع أن الحل هو إنهاء الاحتلال، فهناك لدينا الكثير من الأساليب ومن الأشياء التي يجب أن تقوم بها السلطة الوطنية، وهي التوجه للمؤسسات الدولية، وعلى أول حاجة هو التوجه لمؤسسة ICC اللي هي منظمة الجنايات الدولية لرفع قضايا عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل. حقوق شعبنا لا تسقط في التقادم. إذا هم بيصوروا المقولة اللي برددها الإسرائيليين الأوائل الذين احتلوا فلسطين حينما قالوا الكبار يموتون والصغار ينسون، لا، أنا بقول الحقوق والجرائم لا تسقط بالتقادم. طب خلينا نشوف تقرير من داخل قطاع غزة. هذا التقرير أعده ويقدمه الصحفي والمراسل الصحفي للتلفزيون المصري ماجد شبلاق حوالين الآثار الاقتصادية بعد الدمار اللي حدث في منطقة قطاع غزة، وتحديدا طبعا بعد العدوان الإسرائيلي اللي استمر 51 يوم. تعالوا نشوف. ينتظر ماهر حبوش صاحب مصنع للمواد المنزلية بغزة استلامه للمواد اللازمة لإعادة بنائه وتأهيله من جديد ضمن عملية إعادة الإعمار المنتظرة. يؤكد صاحب المصنع بأنه تكبد خسائر مادية فادحة تقدر بملايين الدولارات، ناهيك عن تضرر عشرات العمال من جراء تدمير هذا المصنع. يوجد لدينا خسائر 2,950,000 دولار. مصنع زاد كان عندنا تقريبا 25 عامل غير الإداريين غير المحاسب، 25 كانوا يعتاشوا من هذا المصنع. اليوم هدول العمال يعني انضافوا إلى بنود البطالة في قطاع غزة، وهذا طبعا بيؤدي إلى رفع نسبة البطالة وبيؤدي إلى المشاكل الكبيرة في قطاع غزة. شايف كيف؟ فالهدف الرئيسي من ضرب المصنع هو تدمير الاقتصاد الفلسطيني. وتعد هذه واحدة من مئات المنشآت الاقتصادية الهامة التي دمرت خلال الحرب، حيث تشير إحصاءات رسمية فلسطينية إلى نحو 500 منشأة دمرت بشكل كلي أو جزئي خلال الحرب، إلى جانب الضرر الكبير الذي لحق بالبنى التحتية وتعطل شبكات المياه والكهرباء، بالإضافة لآلاف المنازل التي سحقتها القذائف، أضرار تقدر بمليارات الدولارات. هناك عشرات آلاف السكان الذين هدمت بيوتهم ما زالوا يعيشون لدى أقاربهم وبيوتهم. عدد من المدارس ما زالت بحاجة إلى صيانة. هناك بعض المستشفيات المتوقفة تماما على العمل بسبب نقص المواد وبسبب التدمير الذي تعرضت له في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. الوضع كارثي بشكل مختصر. حياة الناس في قطاع غزة معرضة للتهديد. ما نحن بحاجة له في قطاع غزة هو فتح كامل المعابر، السمح بدخول المواد الخام، لأن قطاع غزة بحاجة إلى ملايين الأطنان من المواد الخام اللازمة سواء لإعادة إعمار ما دمر أو لبناء وحدات سكنية لمواجهة النمو الطبيعي في السكان. ومع انعقاد مؤتمر المانحين مؤخرا بالقاهرة، ينتظر الفلسطينيون سرعة البدء بعمليات إعادة الإعمار التي بحسب مسؤولين فلسطينيين ستحتاج لسنوات من أجل إعادة ترميم الاقتصاد الذي أصيب بالشلل من جراء سياسة الحصار والتضييق
بعد ما شفنا المشهد الاقتصادي داخل قطاع غزة وما تسببه عدوان إسرائيلي لمدة 51 يوم من هذا الدمار، نرجع لدكتور ممدوح حمزة. وكنا اقترحنا قبل هذا التقرير، أو هو اقترح فكرة دفع إسرائيل فاتورة ما فعلته في داخل قطاع غزة من دمار. هم مش هيدفعوا حاجة، إنما المجتمع الدولي لازم يدينهم، ويكون في قرار من المجتمع الدولي بأنهم هم المسؤولين عما أحدثوه من دمار. لازم يدفعوا غرامة جريمتهم حتى لو لم تحدث. إنما الإدانة مهمة جدا، لأن الدمار اللي عملوه ما كانش هو نتيجة حرب، ده كان تأدية فعل الغرض منه الدمار، مش الغرض انه يعملوا حرب. بيدوا ده اللي خلينا نقول يعني مين اللي يقوم بالضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بدفع غرامات. لكن أنا هخلي السؤال ده إجابته بعد نتلقى تليفون من الأستاذ عدنان أبو حسن، وهو المتحدث الإعلامي الرسمي لمنظمة الأونروا. أهلا بحضرتك الأول في البرنامج. وحضرتك بتتحدثنا من رام الله أم من غزة؟ لا، أنا من غزة. من غزة. خلينا نشوف المشهد الآن داخل غزة، نشوف المشهد حوالين يعني الآليات اللي تم طرحها من خلال مؤتمر إعمار غزة حوالين كيفية وصول المنح والمساعدات المالية إلى داخل القطاع. هل هناك آليات، هناك إجراءات تم الاتفاق عليها داخل المؤتمر؟ نعم، في البداية مساء الخير لك ولضيوفك الكرام الأستاذ القدوة والقيمة العلمية والهندسية العالمية الدكتور ممدوح حمزة. يعني هو معروف على مستوى العالم ككل، وهذا يشرفني أن أتحدث بحضوره. نعم، بالنسبة للآليات هناك طبعا آليات، هناك لجنة تكونت. هذه اللجنة من شأنها أن تقوم بمتابعة هذه التوصيات من كبار المانحين. الأموال التي دفعت هي أموال ضخمة، ولكن تبقى عبارة عن تعهدات. يعني هذا التعهد يأتي بعد ذلك شيء اسمه يعني تعهدات صلبة أو concrete pledge. بعد ذلك يتم تسييل هذه الأموال من خلال مشاريع كبرى يتم التقدم بها من خلال كافة الأطراف، سواء الأونروا أو السلطة الفلسطينية. نحن في المرحلة الأولى حتى الآن، ولكن من المهم جدا أن المانحين لا يدفعون أموالا هكذا، يعني لمجرد أن غزة قد دمرت سندفع لها 5.4 أو 5.4 بليون دولار. يجب أن تتقدم بمشاريع خاصة. هذه المشاريع تتعلق على سبيل المثال بالبيوت المهدمة. الأونروا تقول أن لديها 80,000 بيت هدم أو تهدمت بالنسبة للاجئين الفلسطينيين فقط، وغير اللاجئين مسؤول عنهم مشروع UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يجب أن نتقدم بمشاريع، مثلا في حي الشجاعية 20,000 بيت هدمت. كم نحتاج من المواد، كم نحتاج من الأموال، ما هو التوقيت. هل يتم إعداد هذه الخطة قبل مؤتمر الإعمار، خصوصا اللي على يعني حد معرفتي بتفاصيل المؤتمر أن حكومة الوفاق الوطني كان لديها خطة للإعمار يعني مدروسة وموضوعة في الأدراج؟ هل ما تمش التقدم بها للدول المانحة أو المنظمات اللي سوف تقوم بإجراء الآليات الخاصة بنقل المنح إلى القطاع؟ تم التقدم. نحن قدمنا خطة متكاملة 15 صفحة تتحدث عما سنفعله، عن إصلاحات في داخل المخيمات، عن البيوت المهدمة. والسلطة الفلسطينية قدمت خطة شاملة، جزء منها مشروع الأونروا. يعني نحن جزء من مشروع السلطة الفلسطينية. الأموال ستأتي من خلال السلطة، قد تأتي مباشرة إلى الأونروا نتيجة التعامل مع المانحين، ولكن نحن نحتاج إلى خطط تفصيلية أكثر تتعلق بالمناطق. يعني نحن تقدمنا وقلنا بأننا سنبني أو سنعيد إعمار 80,000 بيت، ولكن عندما يأتي الحديث عن الأموال التي ستتجه إلى قطاع غزة، يجب أن تتجه باتجاهات محددة نحو مشاريع معروف ما هو حساب كمياتها، الحديد، الإسمنت، التوقيت، تكلفة الإنتاج، ما الذي سيأخذه المقاولون وما. طب أي جهة، يعني أي جهة تحتاجونها لإتمام ذلك؟ هل جهات أخرى بعيدة عن الحكومة الفلسطينية؟ هل أنت ترى أن ممكن أن يساعدكم في ذلك جهات أخرى؟
مثلا حتى لو تكن جهات مصرية؟ بالتأكيد نحن يعني سنحتاج إلى التشاور مع الجميع، ولكن نحن لدينا خبرة هائلة في هذا الإطار. هناك 3 حروب مرت استطعنا فعلا أن نقوم بعمليات بناء ضخمة. نحن بنينا مدينة تسمى المدينة السعودية في جنوب قطاع غزة، أكثر من 2000 بيت في 10 شهور. يعني لدينا القدرات الفنية والتقنية ولدينا الخبرة في التعامل مع المانحين. ولكن أنا ما أود الحديث عنه أن نعم هناك منح، ولكن هؤلاء الناس لا يرمون أموالهم هكذا. يعني هم يريدون تفاصيل دقيقة حول قضية صرف هذه الأموال. بالمناسبة نحن الآن في ورشة عمل ضخمة في هذا الاتجاه، لا نريد أن نضيع وقتا بالنسبة للمشاريع التي سنقدمها إلى المانحين، لأن هؤلاء لا يؤمنون إلا بالأرقام، لا يؤمنون إلا بحقائق أنت تنتجها على الأرض. وبالذات أن المجتمع الدولي يتحدث الآن عن المرة الأخيرة لإعمار غزة. لا يريدون يعني هذه الدائرة ابني واهدم ابني واهدم ابني واهدم في 6 سنوات 3 مرات يعاد بناء غزة. هذه يجب أن تتوقف. ولكن هذه المنح التي تم الوعد بها من خلال المؤتمر يعني مشروطة بشرطان، أعتقد أن هم يعني صعب تحقيقهم يعني قريبا يعني أو في وقت سريع، وهما الهدنة الدائمة، وأيضا فكرة إطلاق زمام أو تسليم حماس كل كافة زمام أو الأمور داخل قطاع غزة لسلطة الوفاق الوطني. يعني إلى أي مدى ممكن يتحقق ذلك في وقت قريب؟ إحنا مش لغاية دلوقتي مش قادرين نحدده، لكن خلينا نقول إن على الأقل على أرض الواقع في خطط مقدمة من حكومة الوفاق الوطني للمؤسسات والمنظمات الدولية اللي وعدت أيضا بمنح. وأنا عارفة أن في بعض الأخبار اللي خاصة أن كان هناك أعتقد الأمم المتحدة أمس أو أول أمس كان هناك عقد اتفاق مبرم لحوالي 500 مليون دولار في شأن إطار أو موجهة للتنمية المستدامة، وأيضا فيما يخص مشروعات البنية التحتية. خلينا نرجع نشكر الأستاذ عدنان حسن وهو المتحدث الإعلامي لمنظمة الأونروا. نرجع لسؤالنا، الضمانات يعني إزاي نجعل المجتمع الدولي يضغط على الجانب الإسرائيلي يعني لإقرار غرامة مالية بما تسببه من دمار في قطاع غزة؟ ده لازم الحكومة الشرعية في فلسطين والبلاد العربية والبلاد العالم المتمدين يبقى في طلب في الأمم المتحدة يتقدم فيه ماضي عليه 50-60 دولة لإدانة إسرائيل وتكلفها بدفع غرامة تعادل إعادة البناء. يطلع القرار بس ده في حد ذاته له أهمية كبيرة جدا. ما ينفعش بس فلسطين اللي تقدم عليه فلسطين، البلاد العربية، بلاد العالم المتمدين كله، مش عاوز أقول غربي أو شرقي، كلهم يتقدموا. كل اللي هو بيعرف يعني إيه حرية ويعرف يعني إيه عدالة يتقدموا بهذا الطلب. يطلع إدانة، مش إدانة كلام، لا كلام وبغرامة تعادل هذا. خلينا برضو نأكد على يمكن من الأشياء اللي ممكن يعني تساهم في ذلك أو تستثمر في الضغط على إسرائيل بدفع غرامة لما ارتكبته من آثار دمار خاص تعادل التكلفة. هي مثلا يعني تبنى مجلس العموم البريطاني قرارا بمطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين مؤخرا، وفيما يقال أن أيضا سوف يعقبه الاعتراف دولة السويد بذلك أيضا بالدولة الفلسطينية. أيضا يعني يقال أن 138 برلمان يوافق على يعني الاعتراف بدولة فلسطين. ألا يمثل ذلك استثمار في الفترة القادمة بأن كل هؤلاء الدول التي تعترف بدولة إسرائيل أنها ممكن أن تستثمر دولة إسرائيل الفترة القادمة، هؤلاء الدول اللي اعترفت بيها بالضغط الدولي على الأمم المتحدة أو يعني حل الشأن الفلسطيني في الفترة القادمة؟ هل ده ممكن يكون نقطة إيجابية؟ هو حقيقة أنا تقديري أن الظروف الآن مواتية جدا لتحرك دبلوماسي واسع من قبل القيادة الفلسطينية، والقيادة الفلسطينية تعي ذلك وقامت بالتحرك، ونحن سنتوجه رغم كل الضغوط التي تمارس علينا من جهات عديدة، سنتوجه إلى مجلس الأمن للتقدم بمشروع وهو إعلان
الاعتراف أو التأكيد على أن الأراضي المحتلة هي أراضي الدولة الفلسطينية وليس أراضي متنازع عليها، لأن إسرائيل هي تحاول أن تروج مقولة أن الأراضي المحتلة هي أراضي متنازع عليها. كيف متنازع عليها ونحن حصلنا على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل حوالي سنتين، وأخذنا قرار بأغلبية كبيرة بالاعتراف فينا كدولة فلسطين. الآن مطلوب من مجلس الأمن، وفي تقديري أن هذه الفرصة مناسبة بعد هذا الحج الدولي والتأييد العارم، خصوصا بعد زيارة بان كي مون الأخيرة لقطاع غزة، بعد الدمار الذي شاهده العالم الآن، وبعد التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني ومع هذا الدمار الهائل الذي وقع لشعبنا الفلسطيني، أن نتوجه إلى مجلس الأمن. وفي تقديري أننا قد نأخذ قرارا بهذا الشأن، إلا إذا اصطدمنا بالفيتو الأمريكي، وهنا شيء آخر. طب كيف يعني ترى زيارة بان كي مون للقطاع يوم الاثنين الماضي ورؤيته لما حدث من دمار نتيجة للعدوان الإسرائيلي، وتعليقه على أن هذا الدمار الذي رآه على أرض الواقع لا يمكن أن يتصوروا أو لم يكن يتصوروا بالفعل عندما سمع على حجم الهائل من الآثار الخاصة بالعدوان؟ في الواقع أنه السيد بان كي مون، هل ترى أن هذه التعليقات ممكن تفيد القضية الفلسطينية؟ بالواقع أن السيد بان كي مون يعني كان زيارته مهمة جدا وفي وقتها المناسب جاءت، وكانت تصريحاته يعني لها أثرها، وفي نفس الوقت زار الجانب الإسرائيلي وكانت له تصريحات من الجانب الإسرائيلي، تصريحات إيجابية للإسرائيليين. لا تنسي أن هذا هو يشغل موقعا أمميا، ولا يستطيع أن يقول في بعض القضايا رأيه بوضوح حتى لا يتهم بالانحياز لهذا الطرف ولهذا الطرف. ولكن في تقديري أن العالم الآن ومن خلال بان كي مون اطلع على حقيقة الوضع، وفي مجمل الحديث وفي كل الظروف أن الزيارة كانت زيارة مهمة جدا للسيد بان كي مون لغزة، واطلاعه على حجم الدمار وتصريحه برغم ما صرحه بالجانب الآخر من مأساة الطفل الذي قتل في الجانب الإسرائيلي، وفي المقابل في حوالي أكثر من 600 طفل من بين الشهداء اللي استشهدوا وقضوا في غزة. نحن نقول أن المجتمع الدولي بدأ يعي حقيقة الظلم الذي وقع على شعبنا الفلسطيني. آن الوقت للاحتلال أن ينتهي. القضية ليس قضية إعمار، هي قضية إنهاء الاحتلال الذي يعتبر أقدم احتلال في العالم. اليوم نحن شعبنا منذ 48 وهو يقاتل. الثورة الفلسطينية التي انطلقت في 65 العام القادم، في بداية العام القادم يكون مضى عليها نصف قرن، وشعبنا يقاتل من أجل حريته، لا يقاتل من أجل أن يقاتل. نحن نقاتل من أجل أرضنا، من أجل تحرير هذه الأرض، من أجل تحقيق الشرعية الدولية. نحن لا نريد أكثر من الشرعية الدولية الذي أقرها العالم الشعب الفلسطيني، وهي دولة فلسطينية على حدود. نرجع للاقتصاد والتنمية اللي هتعود على المواطن الفلسطيني. دكتور ممدوح، يعني هناك مشاكل عديدة بيواجهها الاقتصاد الفلسطيني، خصوصا أن ما هون يعني بيعتمد بشكل أساسي على مجموعة إيرادات ضعيفة، أهمها مثلا الضرائب. يعني 80% تقريبا الموازنة العامة للدولة ومجموعة الإيرادات اللي بيحصل عليها يعني الحكومة الفلسطينية من الموازنة، وهي خاصة بالجبايات أو الضرائب، ولكن ليس هناك قطاع إنتاج حقيقي على ما أعتقد. يعني لا عندهم، لا غزة فيها مصانع، وغزة فيها إنتاج، وغزة قادرة أنها تعيش بقليل من العطاء من الخارج، ولها ضرائب إيه في ذمة القطاعات، لها ضرائب في ذمة الدولة الإسرائيلية طبعا. الإسرائيلية لم تدفع، والغزاويين شاطرين وهم يقدروا يعمروا بلدهم، يديهم بس شوية فلوس ويديهم شوية مواد بناء، قادرين على هذا. المشكلة هنا إن هم هينضربوا تاني. انضربوا 2008 و2012. طب يعني وادي النهارده، وطالما لسه ما خدوش بلدهم وتعمل لهم جيش قوي يقدر يدافع عن نفسهم، هم متعرضين للضرب لكن مرة أين حق تانية. الحياة للمواطن الفلسطيني؟ فهو يحتاج أن يعيش ويعمل وينتج ويأكل ويشرب، بصرف النظر حتى لو القضية الفلسطينية يعني امتدت لعقود ولم تحل. أنا هتكلم هندسة، ده تخصصي. هم معرضين للضرب مرة تانية، لأن هم طبعا متمسكين بأرضهم، والإسرائيل في الجانب الآخر مش عاوزين يديهم حاجة، ولا حتى قرار 242 اللي طلع بعد 67 وغيروا كلمة القل خلوها أراضي بقى للأراضي، يعني مش ناويين يدوا حاجة، ومش هناخد حاجة
بقرارات متحدة. هناخد بإذن الله لما يكون الفلسطينيين والبلاد العربية قوية اقتصاديا وعندها جيش قوي. إذا لازم واحنا بنعمل الإعمار ده بقى الجزء الهندسي اللي أنا عاوز أقوله، لازم نبتدي نبني مباني قادرة إنها تنضرب تاني وما تقعش. لازم يبقاش في طوب، يبقى في خرق. هذا الشرط؟ ما طبعا أنا مستعد أعمل نموذج لمبنى وأبعته لهم. ولازم يبقى في مخبأ تحت كل بيت زي زمان في الحرب العالمية. أوروبا كلها كان كل المباني تحتها مخابئ تحت. لازم نستعد ان اسرائيل مش هسيبهم في حالهم، ده احتمال. بس النهارده وانا ببني المره الثالثه في 6 سنين، ابقى غبي لما خدتش في الاعتبار ان ممكن انضرب تاني. يبقى لازم ابني مباني حرب بقى، لان لحد دلوقتي مفيش امل ان الاسرائيليين دول هيرجعوا الاراضي، والغزاويه مش هيسكتوا. اذا كمهندس انا بنصح ما لناش نبني مباني تقليديه زي اللي بيبنوها. لازم نبني مباني خط مواجهه، ومباني لها عوامل لحمايه النفس وحمايه الروح اثناء الضرب، ومباني صعب انها تنضرب وتقع بسهوله. طيب، ازمه التنميه الاقتصاديه في فلسطين كان اساسها بروتوكول باريس. هذا البروتوكول اللي قيد التنمية للجانب الفلسطيني وجعل الجانب الإسرائيلي هو مسيطر على زمام التنمية، لدرجة أن يعني حتى الآن ليست لدولة فلسطين عملة يعني يطلق لها القدرة أو السماح أنها تصدر عملة. بالعكس، يعني لغاية دلوقتي بتعامل بالشكل الإسرائيلي. يعني إلى أي مدى ممكن يبقى في مفاوضات أو في توجهات من حكومة الوفاق الوطني أو مبادرات نقدر نقول لتعديل هذا البروتوكول، بروتوكول باريس، خصوصا أن هو يعني بنوده معيبة وتوقف التنمية في فلسطين؟ هو حقيقة يعني بروتوكول باريس اللي وقعنا في باريس في 94 كان في ذلك الوقت إلى حد ما بروتوكول يخدم مرحلة معينة، مرحلة مؤقتة اللي هو اتفاق باريس. هو بناء على طبعا وكان يفترض أن هناك في لجان اقتصادية تقوم بمناقشة وتنقيح هذه القوائم وهذه البنود وهذه الاتفاقية كل 6 شهور. لكن ما حدث أن الإسرائيليون تراجعوا عن جميع هذه الاتفاقيات، وكانوا يريدون اقتصادا يتشكل بما يخدم مصالحهم وليس يخدم الشعب الفلسطيني، بدليل أبقوا بسيطرتهم على المعابر. لم يسمحوا ببناء الميناء، وأنا كنت عضو في لجنة ميناء البحري، وتفاوضنا مع الإسرائيليين أكثر من 3 سنوات، وتعاقدنا مع الشركة الهولندية التي كانت تريد أو أن كان لديها القدرة على تنفيذ الميناء البحري اللي هي بلاس نيدم الهولندية، وعملنا المخططات واخترنا الموقع وتفاوضنا مع الإسرائيليين، وحسينا حالنا كأنه بنطحن مية. يعني بالآخر الإسرائيليين عرضوا علينا ميناء عائم أو نستعمل أحد الأرصفة في أحد الموانئ الإسرائيلية. إسرائيل من الأساس لا توجد لديها نية لإعطاء الفلسطينيين دولة. المطار الذي بنيناه في عهد الرئيس ياسر عرفات وتم افتتاحه في 29 نوفمبر 1998، وجاء الرئيس الأمريكي كلينتون ووزيرة الخارجية مادلين أولبرايت وتم افتتاحه في ذلك الوقت. بنيناه في حوالي سنة بكل المقاييس أذهلت العالم كيف استطاع الفلسطينيون والشعب الفلسطيني في غزة ببناء هذا المطار، وتم افتتاحه رغم كل المعيقات الإسرائيلية ورغم كل الضغوط. كانت جرافاتنا وآلياتنا ومعداتنا وشبابنا وعمالنا ومهندسين يعملوا ليل نهار في هذه الأرض حتى تم بناء هذا المطار وافتتاحه. إسرائيل انتهزت أي فرصة أو أي سبب لتخلق، حتى هي خلقت مبررات لتقوم بتدمير المطار. المطار اليوم أصبح لا يصلح أن يكون ملعب كرة، تم تدميره. يعني إسرائيل لا تريد أن تعطي مقومات السيادة للشعب الفلسطيني يقيم دولته. شالوا الرنوي الاقتصاد الفلسطيني باللوادر، شالوها كده. الاقتصاد الفلسطيني هناك مقومات قوية للاقتصاد الفلسطيني ويملك مقومات، ولكن الحصار المفروض على شعبنا في المعابر في البر والجو والبحر كلها تعيق أن يأخذ الاقتصاد الفلسطيني فرصته وأن نقوم ببناء هذا الاقتصاد الفلسطيني. طب يعني إلى أي مدى ممكن نخرج من هذا المأزق في الوقت الحالي؟
لأن أعتقد التنمية الاقتصادية ده هتساهم في العائد على المواطن الفلسطيني، خصوصا أن عندكم نسبة بطالة عالية جدا الفترة اللي فاتت. هناك بعض الإضرابات أعتقد في القطاع لأن ما فيش مرتبات بتصرف لهم بقالهم فترة. يعني لو هناك حلول سياسية ممكن تبقى طويلة الأمد، طب إيه الحلول على أرض الواقع ممكن أن تساهم في بصيص من الأمل في التنمية الاقتصادية في الفترة الحالية؟ يعني دعينا أقول بداية يعني أنه الاقتصاد الفلسطيني يمر الآن في ظروف صعبة وفي ظروف بالغة الصعوبة، ولكن أنا لا أستطيع أن أكون متشائما، ولكن في البداية إذا أردنا أن نعيد بناء الاقتصاد الفلسطيني بداية يجب أن نضمن الأمن والاستقرار. يعني لا يجوز أن يكون قرار الحرب والسلم بيد فصيل من الفصائل أيا كان هذا الفصيل، أن يضرب صاروخ بكرة ويعطي لإسرائيل مبرر أن تقوم بتدمير ما نقوم بناؤه. يعني يا في سلطة شرعية وفي سلطة واحدة وفي حكومة واحدة، يا معنى هذا أن هناك ستكون يعني سلطات الحقيقي وهو وفوضى. أن تمسك الأمن والاستقرار بداية، الأمن والاستقرار بداية حتى نستطيع أن نعيد ما تم تدميره ونعطي المجال للسلطة الشرعية الفلسطينية وللرئيس أن تقوم بجهدها وبخطتها وبدورها ومهمتها لإنجاز المشروع الوطني والنضال السياسي والدبلوماسي على كافة الأصعدة من خلال كافة المؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن. في هذه الحالة يجب أن نعمل جميعا كمنظومة واحدة. يجب أن نسمو عن مستوى العقلية التنظيمية المقيتة التي أغرقت شعبنا في مآسي وفي جرائم كثيرة. يجب أن نرتقي بالمسؤولية الوطنية ويكون انتمائنا الحقيقي هو للوطن، هو أساس القرار الفلسطيني. من هنا نستطيع أن نتقدم وأن نتجاوز كثير من العقبات. أما أن نكون منفصلين قبائل وفصائل وأحزاب وحركات وكل واحد له رأيه، لا نستطيع أن نتقدم في أي مجال، لا اقتصاد ولا سياسة. دكتور ممدوح حمزة، تعليق أخير. النقطة عشان أنا مبسوط جدا من الكلمتين اللي سمعتهم دول، وعاوز أقول الأخرانيين بالذات بتوع إن فصيل واحد ينشق يروح واخد هو زمام الأمور ويوقع البلد في حزب يسر. حضرتك فاكرة كيف بدأ العدوان الأخير؟ إن هذا الفصيل خطف 6 انفار من إسرائيل أو 3 وفضل الجانب الآخر منتظر إنهم يبانوا لحد ما لقاهم جثث هامدة. طب أنا استفدت إيه بقى؟ إن أنا ضربت. ما هو ما تقدرش تسيطر على بقى لأنك عندك جانب عناصر المقاومة داخل الإطار الفلسطيني، ودي مشكلة كبيرة جدا تواجهها. ما ده بقى ده اسمه بقى انفصال. ما هي دي ترجمة اللي قاله الأستاذ إن هي فصيل واحد أخذ قرار إنه يخطف 3. لا، المقاومة لازم تكون من خلال دولة. دلوقتي انتوا عاوزين دولة ولا نبقى عصابات؟ دولة. إذا الدولة اللي بتقرر المقاومة نوعها إيه وتتم إزاي، علشان ما جيش أنا يا شعب غزة أدفع غرامة إن أنا خطفت 3 في يوم من الأيام، إن حد مني خطف 3 وذبحتهم وما استفدتش بحاجة لأن أنا دمرت غزة. هل أنا يعني غزة استقلت؟ لا، ما استقلتش، انضربت. إذا ما أقدرش أعمل حاجة زي كده إلا لما أكون عارف رد الفعل أنا هعمله إزاي. عموما انا بشكر حضراتكم على هذا اللقاء. يعني اعتقد ان احنا استفدنا كتير من هذه المعلومات، وشفنا الروح المصريه المتمثله في دكتور ممدوح حمزة ازاي ان هو يعني بالفعل يعني ما عندوش مانع ان يعني يبقى في دور مصري في الفتره الحاليه بالنسبه لاعمار غزه. وايضا شفنا الدكتور السيد محمد القدوه محافظ غزة ورئيس الغرف التجارية السابق. شفنا قد ايه يعني انه الرؤيه واضحه بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، وان هناك حلول مطروحه، ولكن لغايه دلوقتي لم يبت في هذه الحلول اللي ممكن تساهم في إعمار غزة والمشروطة من خلال دول المانحة لل5.4 مليار دولار. عموما الحديث لسه بقية. ملف القضية الفلسطينية وانعكاس ذلك على التنمية الاقتصادية داخل فلسطين كبير. نلتقي بكم الأسبوع القادم في ملف جديد علشان بكرة.